الفيديو ده لمستخدمين الايباد. اتفرج على الفيديو ده عشان جايب لك حاجه هتعجبك قوي وهتفيدك. تعالى. في ناس كتير بتتعامل بالايباد، سواء انت بتتعامل بيه في شغلك او سواء ابنك بيذاكر عليه او انت مثلا مهندس او دكتور وات ايفر انت بتشتغل ايه. بس احنا وصلنا لمرحله ان ناس كتير بتستخدم الايباد وما بتقدرش تستغنى عنه، وفي ناس بتحب تستخدم القلم بتاع الايباد. فالقلم ده النهارده سعره في السوق وصل جملته اللي هو البنسل 2 ل 6500 جنيه. فعشان تجيبه ب 6500 جنيه بمكسب التاجر مثلا هيعمل له في حدود 7000 جنيه. ده بالنسبه للايباد بتاعك لو هو بيدعم البنسل 2. اما بالنسبه لو الايباد بتاعك بيدعم البنسل 1 فده مش موجود جديد اصلا، ولو لقيت منه جديد بيكون ستوك مركون بقاله فتره كبيره جدا، وبنسبه كبيره احنا بنفتحه وهو جديد بنلاقي بطاريته بايظه لان هو مركون سنين. نعمل ايه في حاجه زي كده؟ انا جيت وجبت لك الحل. انا جايب لك قلم زي ما انت شايفه كده، من ده قلم بنسل 2 قدامك زي ما انت شايفه، بس هو مش بنسل 2 وهو مش من ابل. القلم ده من انكر، وطبعا لما هكلمك عن شركه انكر انت عارف ان الشركه دي غنيه عن التعريف. بس القلم ده ميزته ايه؟ يعني القلم ده مبدئيا انت هو من هنا بيتشحن، بتدوس دوسه طويله كده تاتش عادي جدا لغايه ما بيشتغل معاك القلم. والغريبه في الموضوع واللي هيعجبك، انا بس مش عارف اظبط الكاميرا على الايباد، بس انت هتلاقي ان هو بيشتغل على الايباد زي ما انت شايف كده. ده مثلا شغلي عليه، مثلا كنا بنظبط فيديو كده زي ما انتم شايفين. مجرد ما هندوس على القلم نختار القلم وهنكتب، نمسح. اللي انا عايز اقوله لك في القلم ده يا صديقي ان القلم ده من انكر فيه ميزه عجبتني جدا، وهو ده اللي خلاني ان انا اتكلم عنه واجيبه اوريجينال يكون مضمون. القلم ده مبدئيا كده، انا الايباد بتاعي، الايباد اللي معايا ده دلوقتي ايباد 9 مش برو. الايباد ال 9 بيدعم القلم البنسل 1. فانا كنت واحد من الناس ان معايا ايباد حديث وامكانياته كويسه، بس القلم بتاعه قديم. يعني القلم البنسل 1 قديم، تعبت على ما لقيته واضطريت ان انا اشتري واحد مستعمل كان متهان وشقيت لغايه ما جه قدامي القلم ده. طيب القلم البنسل 2 ب 6500 جنيه جمله، وبنبيعه للعميل ب 7000. لما اجيب لك قلم بيشتغل بنسل 1 وبنسل 2 وبيشتغل على اي ايباد، شرط انه يكون بيدعم القلم سواء بنسل 1 او بنسل 2. القلم ده بيشتغل مكان الاثنين وب 1700 جنيه، فانا لقيت سعره كويس جدا، فعشان كده عملت لكم فيديو عنه. لو انت بتستخدم القلم والمساحه الماديه بتاعتك مش قابله ان هي تجيب بنسل 2 او مش لاقي تجيب بنسل 1، فقلم الانكر اللي انا بقول لك عليه ده بيدعم البنسل 1 والبنسل 2 في قلم واحد، وبيتشحن بالتايب سي من هنا. ده مش زرار ولا حاجه، ده جلده كده بتشيلها تايب سي عادي جدا، هيشحن معاك، بطاريته قويه والقلم شغال معايا كويس، وسعره لقطه اللقطه. لو انت بتشوف الفيديو ده من على اليوتيوب هسيب لك لينك للقلم دوت في الديسكريبشن، اما لو انت على الفيسبوك بيج فهسيب لك اللينك بتاع القلم ده في اول كومنت. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والاجهزه الفلاج شيب، وبنحاول وبنسعى جاهدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض وحاجات لغط كده، زي ما بنقابل بنروح جايين منزل لكم على طول. لو حابب تشوف الفيديوهات بتاعتي تحت بعضيها وبالترتيب فهتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. استني رسائلك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، والله ضغط رسائل مش اكتر. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.